حلو يبرد القلب. هذا الترايفل الصح مال أيام زمان. نحضر صوص الفراولة، تتكون من فراولة وشكر وبرش ليمون، 5 دقائق على النار وتكون جاهزة. نستعمل كاسترد من نون. نذوب باودر الكاسترد بجزء من الحليب ونحطه على صفحة، وبجدر على النار نحط باقي الحليب ويا الشكر وننتظره بس يحمى شوية. نضيف الكاسترد اللي ذوبناه وبس يفور ويثخن نطفي النار ونصبه بكاسة وننتظره يبرد. يلا نحضر الكريمة. نستعمل كريمة الخفق من نون. أهم شي حتى تنجح الكريمة الكاسة تكون باردة ثلج والحليب يكون بارد. نحط باودر الكريمة بالكاسة الباردة وندير 3/4 كمية الحليب ونخفق شوية شوية وندير باقي الحليب بالتدريج، راح تطلع كريمة تخبل. نخلط جزء من الكريمة وشوية فانيلا ويا الكاسترد ما تتخيلون ايش قد يصير أطيب. وبكاسة التقديم نبلش نرتب الطبقات. أول طبقة بسكت ننقع بصوص الفراولة اللي حضرناه، وبعدين نحط طبقة كاسترد، وبعدين طبقة بسكت وصوص الفراولة وكاسترد. نقطع الفراولة نصين ونرتبها بهذا الشكل. بعد ناقصها بس الجلي. نحضر الجلي من نون. نديره بالكاسة ونحط عليه المي الحار، وأول ما يذوب رأسا ندير عليه المي البارد ونديره بكاسة التقديم شوية شوية بهاي الطريقة. راح نحطه بالثلاجة. ننتظره إلى أن يبرد ويجمد. نزينه بباقي الكريمة. جربوه وبالعافية.